صباح الهنا او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفه في الفيديو. الوقت اللي هتشوفه في الفيديو ده هتكون الوجبات اللي احنا عملناها دلوقتي دي اتوزعت لاصحاب نصيبها بألف هنا وشفا. دي وجبات الخير، ومش معنى ان انا عامله وجبات خير حد يقول لي ايه الخير في الخفا والخير ما بتعمليه في السر. انا ما جبتش حد وانا ببعت له، او ما جبتش حد وانا بوزع، او ما جبتش حد وانا بديله في ايده. انا بعرفكم احنا بنعمل ايه، واهم حاجه عايزه اوصلها لكم النهارده ان وجبات الخير لما تتعمل كانك انت بتاكليها، كانك عاملاها في البيت. مش معنى ان هي هتطلع لناس انت ما تعرفيهمش تعملي حاجات اي كلام، ما تخدميش الحاجه، ما تهتميش بنظافتها، ما تهتميش بنوع السمنه او بنوع الفراخ او بنوع الرز اللي انت تعمليه اي حاجه وخلاص. الحاجه لما بتتعمل زي اللي انت هتاكليها ربنا هيبارك فيها ويديكي اضعاف مما انت مطلعه. فلما نيجي نعمل وجبات خير نعمل كاننا احنا اللي هناكلها. دي اول وجبات خير هنشوفها مع بعض طالعه من مطبخ البيت عندي ان شاء الله. ربنا يبارك، اللهم امين، ويبارك في اصحابها ويبارك في الناس اللي راحت لها. الخير في امتي الى يوم القيامه. طلعوا من الخير، وعمر الخير اللي انتوا هتطلعوه ما هينقص من مالكم ابدا. تعالوا بقى نوزع كده، او تعالوا نعبي، مش هنوزع، انا مش هوريكم وانا بوزع، وانتوا بتشوفوا الفيديو ده الحاجات دي اتوزعت واصحاب نصيبها خدوها صحتين وعافيه على قلبهم. ودي مش اول وجبات هتطلع، في وجبات تانية كتير ان شاء الله باذن الله، وكل مره هنزل لكم الفيديو اللي احنا هنعمل فيه، وربنا يبارك يا رب. يلا بينا. هنبدأ كده بعمال الرز ان شاء الله. سموا بالله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بدأت مسكت الرز وبدأت ان انا اعايره، غسلته كويس وصفيته وحطيته في مصفى. جبت بعد كده سمنة الجزيرة اللي انا بستخدمها من ساعة ما استخدمتها في اخر عزومة بالنسبة لي، وانا قلت ان انا مش هغيرها. حطيت حلة على النار وحطيت فيها سمنة الجزيرة، وبدأت ان انا احط فيها كمية من البصل وابدأ ان انا اشوحه. بدأ ان هو يدبل معايا شوية كده، وبدأت ان انا املحه واتبله. حطيت شوية ملح وشوية فلفل اسود بالشكل ده كده عشان ابهر الرز. ودي توابل كبسة او بهارات كبسة انا عاملاها على ايديا، هبقى انزل لكم الطريقة بتاعتها في فيديو منفصل ان شاء الله. حطيت حبه حلوين كده علشان يبداوا ان هم يطعموا لي الرز كويس. شوحت شويه كده كويس، وبعد كده رحت نازله بالفلفل الالوان المكعبات. ما تفرميش في الكبه علشان ما يبقاش زي المعصور، انا عايزاه ان هو على ما يدبل يبقى ظاهر. جيت بعد كده مسكت الرز اللي متصفي بعد ما نقعته نص ساعه وغسلته كويس قوي. بدات ان انا انزل بيه على الخلطه اللي انا عملتها والتتبيله اللي انا عاملاها كويس قوي. فضلت اشوح شويه كده علشان يشرب من لون الزعفران اللي انا حطاه في توابل الكبسه، ويبدا ان هو يشرب من كل المكونات اللي انا حطاها بالشكل ده. بصوا لونه حلو ازاي، بسم الله ما شاء الله. كنت طبعا حاطه المعيار بتاع الميه او عقد الميه على النار بيغلي، ولازم يكون بيغلي عشان يديني نتيجه مظبوطه. بدات ان انا اسقي الرز بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ايوه كده، ده المعيار المظبوط بتاع عدد كوبايات الرز اللي انا حطاها. انا عامله ما شاء الله في كل حله 5 كيلو من الرز. بدات بعد كده سبته على نار عاليه، وبدات ان انا اهدي النار بعد ما يبدا ان هو يتشرب. بقلبه بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده كده. شايفين؟ نهدي بقى النار عليه خالص. دي الحله التانية بسم الله ما شاء الله عليها، عملتها بنفس طريقه الحله الاولانيه. وبتاع الربابيكي معدي في الشارع فما فيهاش اي مشكله، هنعمل له ايه يعني، هنقطع رزقه. الله يبارك له ويصلح حاله. كده الرز استوى معايا سواء الاولاني او التاني، وبعد كده رحت مفضياه في طبق كبير علشان اهويه علشان ما يبداش ان هو يبدا معجن. خلصنا من الرز الحمد لله. نيجي بقى للفراخ. مسكت الفراخ حطيت عليها ملح وحطيت عليها عصير ليمون، ليمونتين 3 كبار كده. وما استكفتش بكده، لا ده انا كمان بعد ما عصرتهم حطيت القشر بتاعهم، ورحت ماسكه ازازه خل كبيره اسماها على الطبقين. انا عامله الفراخ في طبقين كبار. بدات بعد كده احط الميه، والميه ما تبقاش كتير عشان ما اضيعش التركيز بتاع الليمون والخل. بالمنظر ده كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. نقعتهم شويه في الميه والخل والليمون، وبعد كده غسلتهم. هنا بقى شيف احمد الله يبارك له هو اللي كان معايا في اليوم بتاع الوجبات، بدا ان هو يقطع بصل. قطعنا بصل كتير سواء مفروم او جوليان، وقطعنا كمان طماطم، وقطعنا كمان فلفل الوان جوليان ومفروم علشان الرز وعلشان الفراخ. هنا بدا ان هو يقطع الطماطم، هو طبعا قطع الفلفل بس انا ما صورتهاش بصراحه، نسيت. بالشكل ده كده
دي كده طماطميه بايظه رماها وجاب غيرها. ايوه تسلم ايدك يا شيف احمد. اهم حاجه يا جماعه ان احنا ما بنشتغل في الحاجه بنشتغل كانها لينا بالظبط، مفيش حاجه اسمها كانها طالعه وجبات نعمل اي حاجه وخلاص. بدات امسك البصل الجوليان وبدات ان انا اتبله. حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وحطيت برده بهارات من بهارات الكبسه اللي انا قلت لكم عليها، وبدات ان انا اتبل البصل كله مع بعضه بالشكل ده ما شاء الله اللهم بارك. ارجع بعد ما اتبل كله وقلبته عشان ما يبقاش فيه حاجه ما اتقلبتش خالص، ارجع بعد كده انزل عليه بالفلفل الجوليان اللي هو الالوان بالشكل اللي قدام حضراتكم ده كده، واقلب برده، وارجع بعد كده اقلب كويس علشان كله يتبل مع بعضه، وارجع بعد كده انزل بالطماطم اللي كان لسه شيف احمد بيبدا ان هو يقطعها. اقلب كله مع بعض واسيبهم حوالي 15 دقايق كده عشان ينزلوا السوائل بتاعتهم. وعلى فكره دقت الملح بتاعهم والحياء بتاعهم، ولازم الملح بتاعهم يبقى اعلى شويه من المعتاد علشان ده لسه هننزل دلوقتي عليه بالفراخ. نيجي بقى للفراخ دلوقتي تاني. مسكت سمنه الجزيره وبدات ان انا احطها في حله او اتنين زي ما انا عايزه علشان كميه الفراخ اللي عندي. بعد ما شطفت الفراخ كويس جدا بدات ان انا احمرها واديها صدمه في السمنه زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده لازم تتحمر كويس عشان انا بعد كده هسويها في التتبيله اللي حضراتكم لسه شايفينها معايا. بصوا كده طبعا شغلت على كذا حاجه او كذا حله، وعملت بسمنه ما عملتش بزيت، انا بعمل اكن الحاجه ليا انا بالظبط. بصوا التحميره اللي انا عايزاها واللون اللي انا عايزاه بالشكل ده كده. بدات ان انا احمر الوراك كلها وابدا ان انا اركنها في صاج على جنبي يعني لحد ما خلصت كل الكميه بتاعه الفراخ. ارجع بعد كده اروح جايبه توم شرايح بالشكل ده واعمله في نفس السمنه اللي حمرت فيها الفراخ، وارجع بعد كده انزل عليها بحبه من التتبيله اللي عملناها اللي هي كانت بصل وطماطم وفلفل جوليان الوان ومتبله ببهارات كبسه وملح وفلفل اسود. رجعت برده هنا حطيت لها تاني علشان كانت دلعه شويه وانا ما كنتش حاطه ملح ولا اي حاجه للفراخ محمراها وهي زي ما هي. رجعت بعد كده بعد ما تشوحوا شويه في الثوم بدات ان انا ارص كميه من الفراخ على بعضها بالشكل ده شايفين كده. حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها، ورحت واخده جزء من التوابل تاني او جزء من التتبيله او جزء من الخلطه حطيتها على الوش وضغطت الغطا وهتسيبيها تبك ميتها وهتستوي فيها. كنت عامله كذا حله بصراحه عشان انجز في الوقت وتاخد مني كميه كبيره. في الوقت ده بدات ان انا بعد ما استوت خالص في الحله استوت خالص واتاكدت ان هي مستويه تماما وما فيهاش اي تكه فاضله، بدات ان انا اشيلها من الحلل بنفس الخلطه بتاعتها وابدا ارصها في صاجات. في اللحظه دي كنت مشغله اصلا الفرن وسايباه يسخن ومشغله الشوايه بس. بدات كده ارص الفراخ بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. ريحتها كانت تحفه والتسويه بتاعتها كانت ممتازه. هنا حطيتها في الفرن بالمنظر ده كده، ولعت الشوايه بس لان انا مش محتاجه ان هي تستوي خالص، هي مستويه وزي الفل. بدات بعد كده هنا عبينا المخلل في العلب بتاعته بالشكل ده. بدأنا هنا كده رصينا الوجبات بتاعتنا اللهم بارك ما شاء الله. بدأنا بعد كده نغلفها بالمعلقة بالمخلل ولفيناها استريتش اللهم بارك اللهم لا حسد. ربنا يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم دايما يا رب. يلا سلام عليكم.